البداية بالاستضافات، استضافة ذات بعد دولي عالمي نظرا للحضور الكبير للصديقة الاتحاد الروسي، الدولة الصديقة حقيقة فعلا وقولا. وطبعا الثقافة والأداب واللغة والحضارة الروسية يعني هي من منارات الإبداع الإنساني بامتياز. كي نتذكروا تولستوي ونتذكروا دوستويفسكي ونتذكروا بوشكين وغيرها من الأسماء اللي الحقيقة تركت بصمات كبرى في عالم الثقافة والآداب في العالم. هذاك علاش معنا الصديق أرسيني ماتيوشينكو، نائب مدير المركز الروسي للعلوم والثقافة بتونس، البيت الروسي. دوبري утро أرسيني، كاك ديلا؟ الحمد لله لاباس. الحمد لله. وايضا السيده الاستاذه رندا زياني، رئيسه الجمعيه التونسيه لاساتذه اللغه والاداب الروسيه، واخيرا ايضا انتخبت عضو في رئاسه الجمعيه العالميه لاساتذه اللغه والاداب الروسيه. مرحبا بك استاذه رندا ومبروك الانتخاب هذا. يعيشك فضلك سي زياد. إذا لو نتعرف على البيت الروسي بتونس، المركز الروسي للعلوم والثقافة والأداب، لو كان تعرفنا به أرسيني. باش نحكي بشكل عام. المركز الروسي للعلوم والثقافة بتونس أو ما يسمى الآن بالبيت الروسي بتونس تم تأسيسه عام 1966، ومنذ هذه الفترة نعمل كثيرا في مجال تنسيق والتطوير العلاقات الثنائية بين روسيا وتونس في مجال الإنساني. وشنو هي المجال الإنساني؟ المجال الإنساني هو التعاون في مجال الثقافة والتعليم والتربية وانتشار اللغة الروسية وإلى آخره. نعم، الحقيقة هو نشاط مميز للبيت الثقافي الروسي. نتذكر كلنا الأسابيع الثقافية الروسية من كل سنة، وكنا حقيقة عندما كان مقر التلفزة التونسية مع مقر الإذاعة يعني في لافايات، كنا على مقربة من البيت الروسي وواكبنا يعني لسنوات طويلة وعديدة هذا النشاط وهذا الإشعاع. الجمعية أيضا نحبك تعرفنا بها أستاذة رندا. هي جمعية حديثة العهد. نعم. تأسست في ماي 2022 وهي معناتها نتيجة عمل دؤوب قمنا به سابقا كأساتذة لغة روسية للتعريف ونشر الثقافة واللغة الروسية. نعم. وكملت الجمعية بالطبيعة نشر عززت الأهداف هذه، ولينا نخدموا مع وزارة التربية، وزارة الثقافة، وزارة التعليم العالي للتعريف باللغة والثقافة الروسية. نعم. احنا كلنا أساتذة لغة روسية وطلبة للغة الروسية اللي يدرسوا في المعهد العالي للغات. نعم. وكل من يحب هذه اللغة والثقافة هي اللي جمعتنا. هذا هو معناها طبعا كما قلنا الثراء نتاع اللغه ونتاع الثقافه والفن الروسي معناها حاجه مميزه. الكلنا نعرفوا الكالينكا والبالالايكا والبولشوي و الحقيقه معناها ثراء كبير ياسر للثقافه وللفن وللغه والاداب الروسيه. يعني كما ذكرت العديد من الادباء العالميين بامتياز، معناها اللي حتى من خلال الترجمه اطلعنا على ابداعاتهم وعلى اعمالهم، وكانت عندهم علاقات وطيده بالشرق وباللغه والاداب العربيه. تولستوي مثلا كانت له مراسلات مع محمد عبده، مع الامام محمد عبده وغيرها، يعني العلاقه وطيده نعم بالشرق وديه. نعم. اذا البيت الثقافي الروسي طبعا له العديد من النشاطات، لو كان تعطينا عليها فكره أرسيني. كما قلت أكيد أن عند البيت الروسي في تونس أنشطة مختلفة. نعم. مثلا نعمل كثيرا في مجال انتشار التعليم الروسي في تونس. كما كل عام توفر حكومة روسيا الاتحادية للجمهورية التونسية منح دراسية يعني للحصول على التعليم في روسيا أي على أساس مجانا.
ويزداد عدد هذا المنح كل عام. مثلا إذا في عام 2017 كان عندنا 15 منحة لتونس، الآن هذا زاد إلى عدد 60 منحة لتونس. وكل شخص تونسي عنده يعني عنده شهادة التعليم بكالوريوس أو ليسانس، يمكن تقديم الطلب للحصول على المنحة عبر الموقع الإلكتروني الخاص بعنوان educationinrussia.com educationinrussia.com أو .com بالأحرى. نعم. educationinrussia.com education إنه رشا تعليم بروسيا أو التربية بروسيا. صحيح. .com. صحيح. نعم. وحتى 15 ديسمبر نتقبل طلبات من مترشحين التوانسة. نعم. هو الحقيقة العديد والعديد، العشرات والمئات من الطلبة التونسيين اللي درسوا بروسيا في مختلف المجالات، طبعا إن كان بمنح ولا على حسابهم الخاص، يعني خاصة الهندسة والطب وحتى الإخراج معناها التلفزي والسينمائي. حتى في روسيا موجودة. نعم. كل مستويات الدراسة. صحيح. من بكالوريوس، ماستر، دكتورة. نعم. والدراسات العليا، وبرشا يعني اتجاهات. نعم. من كيمياء والهندسة حتى الفنون والرياضة. نعم. تحياتنا لجاليتنا بروسيا إن كانوا في المشاهدة، وخاصة الطلبة. نعرف فما جالية تونسية متميزة بروسيا، وهذا لاحظناه خلال العديد من المناسبات والمواعيد، وكلنا نذكروا كأس العالم 2018 في روسيا. سيدة رندا، النشاطات الجمعية في علاقة بالبيت الثقافي الروسي، خاصة نعرفوا أنه البيت الثقافي الروسي بتونس يدعم نشاطات الجمعيات عموما، وخاصة جمعية أساتذة اللغة والأداب الروسية. صحيح. تقريبا كل الأنشطة التي تقوم بها الجمعية التونسية لأساتذة اللغة والأداب الروسية. نعم. تقوم بها بالتعاون مع البيت الروسي بتونس، لأن البيت الروسي يشجع الأنشطة هذه ويشجع الثقافة الروسية والتعريف بها في تونس. نعم. مثلا هذه السنة قمنا بيوم الأدب الروسي في ضمن فعاليات المعرض الدولي للكتاب. نعم. كان في أفريل معناها في أفريل الفارط. كان تحت عنوان الأدب الروسي بعيون تونسية. نعم. حاضرنا، قمنا بمحاضرات أساتذة التعليم الثانوي والتعليم العالي، وكذلك طلبة وتلاميذ اللغة الروسية قرأوا أشعار بوشكين. نعم. واحتفينا بالأدب الروسي. هذا مثال. سنويا ننظم يوم مفتوح للغة الروسية في المعاهد الثانوية. نعم. وذلك بالتنسيق وبدعم وزارة التربية التونسية التي تجمعنا معها اتفاقية شراكة كما تجمعنا. نعم. مع البيت الروسي. يوم يكون مميز للغاية لأنه يحضر فيه الباليه الروسي. أيوة. لدينا مدرسة الباليه الروسي. نعم. في تونس. نعم. اسمها سيرجي دياغيليف. تقودها السيدة إينا بوشناق. والباليه الروسي يكون حاضرا في ساحات المعهد الثانوي سنويا. كل عام نختار مؤسسة ويكون انفتاح على الثقافة الروسية لغرس قيم لدى الناشئة مثل. نعم. القبول بالآخر. نعم. التسامح، الانفتاح، وخاصة على الحضارة الروسية. رجعتنا الأجواء التلميذية، رجعتنا إلى يعني مواكبتنا واطلاعنا على الأدب الروسي. من لا يعرف الأخوة كرامازوف، ومن لا يعرف السلم والحرب وأنا كارينين، ونتذكروا يعني الحفل التاريخي ل يعني كورال الجيش الأحمر في قرطاج يعني سنة 14 على ما أظن، وخاصة حينما غنى الكورال الكالينكا. يعني حقيقة علاقة وطيدة يعني فيها العديد من الذكريات التي تجمع بين التونسيين المغرومين بالفن والأدب والثقافة وبين الثقافة والفن الروسي. عندك إضافات أرسين؟ أنا حبيت زيد أن في تونس
الأوضاع مع اللغة الروسية استثنائية. نعم. كما تونس هي الدولة الوحيدة في القارة الأفريقية وأن اللغة الروسية موجودة رسميا نعم. في نظام التعليم الثانوي كلغة اختيارية. نعم، ابتداء من الثانية ثانوي هكا نقولوا توا. ثالثة ثانوي. ثالثة. ثانية يختار والثالثة يبدأ في دراسة. أنا الحقيقة الأمور مش واضحة، أنا قريت بالنظام القديم معناها نقولوا 5 6 7 معناها. كما في تونس أكثر من 1000 تلميذ نعم. يدرسون اللغة الروسية. نعم. وفي أكثر من 15 معهد 20 معهد في الجمهورية. أمامنا بعض الصور، أمامنا نماذج. الحقيقة هي التراث والفولكلور الروسي ثري جدا جدا، هذا مش بشهادتي أنا، يعني عالميا شيء معروف من خلال الأزياء، من خلال الملابس، من خلال العروسة هذه اللي واحنا صغار عرفنا أنه تكون كبيرة تفتح تلقى واحدة أخرى واحدة أخرى واحدة أخرى، وهذا يعني هذه مسألة رمزية. ذكرني في اسمها شنو تتسمى؟ ماتريوشكا. أي؟ ماتريوشكا هي اللوح، لأنه روسيا عندها ثروة غابية. نعم. كبيرة ياسر، يمكن أكبر ثروة غابية في العالم. صحيح. لذلك عندهم برشا صناعات تقليدية باللوح. نعم. منهم الماتريوشكا اللي هي روسية. نعم. تنجم تلقاها في برشا بلدان من العالم، لكن هي بالأساس روسية، وهي رمز الخصوبة وتتالي الأجيال. ممتاز. وصحيح كاينها الأم وتحضن أبنائها. نعم. وعادة في كل ماتريوشكا فما وحدة أصغر. هذا ما قلته. هي نعم، في كل ماتريوشكا فما وحدة ما أصغر. هو في الحقيقة الاتحاد الروسي يضم مجموعة من الجمهوريات الفيدرالية، تقريبا قداش من جمهورية يضم؟ برشا جمهوريات صغيرة. نعم. ولكن أيضا كل جمهورية في الاتحاد الروسي عندها خصوصيتها وعندها عندها خصوصيات. نعم. عندها نعم. تقاليد نعم. مختلفة، فما نعم. لغات مختلفة. أنا وكبت الأسبوع الثقافي الشيشاني وأحفظت بعض الكلمات على غرار سكوتسني. حلو صحيح ولا؟ يعني سكري أو حلو هكا أستاذة سكوتس. ووقتها حاولت أني معناها نتعلم بعض الكلمات الروسية على غرار مثلا تيوتشن كراسيفا، يا أنت جميلة وأنت جميل. نعم. وهكذا الحقيقة هو الوقت لو يتاح معناها الاطلاع على الثقافة والفن والحضارة الروسية حاجة تقدم إضافة كبيرة للإنسان نظرا لاتساع هذه الثقافة ولكونها زاخرة بالإبداعات. ما نعرفش إذا كان ثم مواعيد قادمة بالتنسيق والتعاون مع البيت الروسي في تونس، نشاطات الجمعية مستقبلية أو آنية كان تحكينا عليها، تعطينا الأجندة على المدى القصير على الأقل سيدة رندا. بالنسبة للنشاطات الجمعية هي سنوية تقدمها كذلك للبيت الروسي المقترحات وكذلك لوزارة التربية لأنه نعم. عمل مشترك. نعم. هذه السنة سننظم يوم مفتوح للغة الروسية في معهد بورقيبة إن شاء الله للغات الحية. لا في المونستير. في المونستير. وهذا مازلت مقترحات. نعم. ما زلنا في نسق التنظيم وكذلك معهد العمران بالفنون، معهد العمران التواريخ مش متحدى في جانفي، في شهر جانفي، في شهر جانفي وفي شهر فيفري إن شاء الله. كذلك هناك دوم كالعادة ننظم ورشات في الصورة الفوتوغرافية نعم. مع مختصين من البيت الروسي في تونس. هذه الأنشطة يشاركنا فيها كما قلت البالي الروسي، تلاميذ اللغة الروسية في المعهد الثانوية، الأساتذة، كذلك تلاميذ مدرسة السفارة الروسية بتونس لأن في السفارة الروسية هناك نعم. مدرسة أين تدرس اللغة الروسية ويتبعون النظام التعليم الروسي. نعم. يشاركوننا في هذه التظاهرات بأغاني، بمسرحيات، برقصات. نعم. لذلك تكون أيام جد ثرية في المعاهد الثانوية. وكذلك البيت الروسي ينظم الآن 16 نعم. هذا باش حكينا عليه أرسيني. عاد أرسيني البيت الروسي ابتداء من 16 في الشهر عنده يعني تظاهرة، كان تحكي لنا عليها شنو باش ينظم البيت الروسي في تونس؟ عندنا برشا تظاهرات مختلفة. نعم. معظمها ثقافية، يعني نعمل ورود موسيقية نعم. فنية. العنوان نفس العنوان في عنوان للأسف الشديد لأن المركز الروسي في شارع الحرية منسكر مؤقتا للترميم والإصلاح. نعم. توا موجود في ناخش نيجر 46
يعني انتقل مؤقتا إلى 46 نهج النيجر. نهج النيجر. نعم. ولكن مرحبا بكم، أبوابنا مفتوحة. نعم. فما عندنا المكتبة وكما قلت تظاهرات ثقافية مختلفة. سيدة رندا قالت لي يوم 16 معرض الجامعات الروسية. إيه يوم 16 نوفمبر. نعم، 16 يعني نوفمبر. الأسبوع المقبل. في الأسبوع المقبل نعم. باش يجري في تونس أول معرض التعليم الروسي في تونس، يعني باش يجي أكثر من 20 جامعة روسية، ويمكن التعرف أكثر على فرص الدراسة في روسيا. نعم. التعليم العالي في روسيا في يوم 16 نوفمبر في مدينة العلوم في العاصمة. نعم. و17 في مدينة صفاقس في معرض صفاقس. في معرض صفاقس. نخلي لكم كلمة الختام. تفضل سيدة رندا، المجال مفتوح ليك، شنو تحب تضيف؟ حبيت نشكرك على هذه الاستضافة. شكر موصول للفريق العام الكل، الأعداد لإناس العمري ورئاسة التحرير سي أبو بكر والزملاء الكل يعطيهم الصحة، نشكروهم، وهذا واجبنا قبل كل شيء. صحيح. وحبيت نقول اللي أني أصبحت عضوة في رئاسة الجمعية العالمية وهنيناك من الأول على التتويج هذا. شكرا جزيلا. نعم. وين مقر الجمعية هذه؟ هي في روسيا. في روسيا طبعا، في موسكو. وهي استلهمنا منها تسمية جمعيتنا بالجمعية التونسية لأساتذة اللغة والآداب الروسية. وهي شرف لتونس لأن طبعا. الدولة العربية الوحيدة اللي ترشحنا وأصبحنا عضو في رئاسة الجمعية العالمية هذه. نعم. وبينسور بالطبيعة نشكر البيت الروسي على خاطر هو اللي شجعني ودعمني، وهو اللي يعرف الأنشطة بتاعنا. وحبيت نقول نرجع للكاسكيت الأستاذة اللي راهي اللغة الروسية لغة جميلة ياسر. أكيد. ونشجعوا التلامذة باش يختاروها في المعاهد الثانوية. وثرية ياسر، خاصة يعني كل ما هو آداب معناها عالمية، ربما من أكثر اللغات اللي ترجمت الروايات والقصص والمؤلفات إلى لغة أخرى، معناها من الأدب الروسي. هذا من دون شك ولا اختلاف. نعم. برنامج ثري. نعم. وبرنامج زاده في متناول التلميذ. حتى عندنا فكره انه يقول لك انا مثلا ضعيف في اللغات الاخرى، كيفاش باش نكمل؟ لا، اللغه الروسيه ما عندها حتى علاقه باللغات الاخرى. هي لغه سلافيه. نعم. نبداو بالالفابي بالحروف. لذا نشجعوها، خاصه انه افاق الدراسه بروسيا اصبحت كبيره مفتوح. واصبحت مهمه. نعم. عشرات المنح للدراسه مجانا في مختلف المستويات في روسيا اللي قدمها البيت الروسي للتلامذة والطلبة التونسيين. مشكور البيت الروسي. أرسيني، نخلي لك كلمة الختام، تحب توجه دعوة ولا رسالة مفتوحة ولا شكر ولا أي حاجة تحب تضيفها؟ تفضل. مرة أخرى شكرا جزيلا على الدعوة، هذا واجب. نعم. وسنواصل عملنا من أجل تطوير الأنشطة الثنائية التونسية الروسية. وشكرا جزيلا للشعب التونسي على دائمة الترحيب. نعم. وتحية روسيا وتحية تونس. نعم، وخاصة تحية للدولة الصديقة للشعوب المحبة للحرية والسلام، روسيا، التي دائما في الموعد لدعم المواقف الإنسانية ودعم العدل والحق، إن كان سياسيا أو ثقافيا أو إنسانيا أو في غيرها من المجالات. سباسيبا يعني لاباس. سباسيبا يعني عايشك. شكرا. إذا سباسيبا هذه للشعب الروسي الكل، قيادة كما نقولوا وحكومة وشعبا. من خلالكم إن شاء الله تحياتنا تبلغ إلى كل معناها من يساهم في توطيد العلاقات التونسية الروسية بأي شكل من الأشكال. شكرا لك أرسيني ماتيوشينكو، نائب رئيس أو مدير المركز الروسي للعلوم والثقافة بتونس، البيت الروسي بتونس، والسيدة الأستاذة رندا زياني، عضو رئاسة الجمعية العالمية لأساتذة يعني مدرسي اللغة والآداب الروسية، ورئيس الجمعية التونسية لأساتذة اللغة والآداب الروسية. رياضة